السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل رجل غريب على مجلس أحد الحكماء، فجلس يستمع إلى الحكيم وهو يعلم تلاميذه وجلسائه، ولا يبدو على الرجل الغريب ملامح طالب علم، ولكنه بدا للوهلة الأولى كأنه عزيز قوم أذلته الحياة. دخل وسلم وجلس حيث انتهى به المجلس، وأخذ يستمع للشيخ بأدب وإنصات، وفي يده قارورة فيها ما يشبه الماء لا يفارقه. قطع الشيخ العالم الحكيم حديثه، والتفت إلى الرجل الغريب وتفرس في وجهه، ثم سأله: ألك حاجة نقضيها لك، أم لك سؤال فنجيبك؟ فقال الضيف الغريب: لا هذا ولا ذاك، وإنما أنا تاجر، سمعت عن علمك وخلقك ومروءتك، فجئت أبيعك هذه القارورة التي أقسمت ألا أبيعها إلا لمن يقدر قيمتها، وأنت دون ريب حقيق بها وجدير. قال الشيخ: ناولني إياها. فناوله إياها، وأخذ الشيخ يتأملها ويحرك رأسه إعجابا بها، ثم التفت إلى الضيف فقال له: بكم تبيعها؟ قال: ب100 دينار. فرد عليه الشيخ: هذا قليل عليها، سأعطيك 150. فقال الضيف: لا، بل 100 كاملة لا تزيد ولا تنقص. فقال الشيخ لابنه: ادخل عند أمك وأحضر منها 100 دينار. وفعلا استلم الضيف المبلغ ومضى في حال سبيله حامدا شاكرا. ثم انفض المجلس وخرج الحاضرون، وجميعهم متعجبون من هذا الماء الذي اشتراه شيخهم ب100 دينار. دخل الشيخ إلى مخدعه للنوم، ولكن الفضول دعا ولده إلى فحص القارورة ومعرفة ما فيها، حتى تأكد بما لا يترك للشك مجالا أنه ماء عادي. فدخل إلى والده مسرعا مندهشا صارخا: يا حكيم الحكماء، لقد خدعك الغريب، فوالله ما زاد على أن باعك ماء عاديا ب100 دينار، ولا أدري أأعجب من دهائه وخبثه أم من طيبتك وتسرعك. فابتسم الشيخ الحكيم وقال لولده: يا بني، لقد نظرت ببصرك فرأيته ماء عاديا، أما أنا فقد نظرت ببصيرتي وخبرتي فرأيت الرجل جاء يحمل في القارورة ماء وجهه الذي أبت عليه عزة نفسه أن يريقه أمام الحاضرين بالتذلل والسؤال، وكانت له حاجة إلى مبلغ يقضي به حاجته لا يريد أكثر منه. والحمد لله الذي وفقني لإجابته وفهم مراده وحفظ ماء وجهه أمام الحاضرين. ولو أقسمت 1000 مرة أن ما دفعته له فيه لقليل لما حنثت في يميني. إن استطعت أن تفهم حاجة أخيك قبل أن يتكلم بها فافعل، فذلك هو الأجمل والأمثل. أرجو أن تكون قد أعجبتكم القصة وفهمتموها وفهمت العبرة منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.